لأ يا ماما وافقي أرجوكي. يا روفان انت عارفة رأيي في الموضوع ده، أنا بقلق عليكي جدا وبخاف حاجة وحشة تحصلك وأنا مش موجودة. بحب دايما أبقى جنبك عشان أخد بالي منك. يا ماما أنا مش هبقى لوحدي يا ماما، هيبقى معايا أصحابي وكمان مدرسات من المدرسة هياخدوا بالهم مني ومن أصحابي. يا ماما بليز بليز عشان خاطري. طيب فين الرحلة دي يا روفان؟ ملاهي يا ماما، هنروح الملاهي. طب خلاص يا حبيبتي، ممكن أنا وانتي وبابا وأخوكي نروح الملاهي دي مع بعض وهتبقي قدامي وهبقى مطمنة عليكي. يا ماما لأ يا ماما انتي مش فاهماني، أنا يا ماما عايزة أطلعها مع أصحابي مرة، يعني هتبقى جميلة وهنبسط أكتر وهنلعب وهننبسط سوا. ما تسيبيها تطلع يا سلوى، خلي البنت تتبسط مع أصحابها. وكمان إسلام أخوها رايح معاها، ما تقلقيش. هو إسلام أخوكي طلع معاكي؟ أيوة يا ماما. طيب خلاص ماشي، خلي بالك من نفسك واوعي تتكلمي مع أي حد في الملاهي غريب، ودايما خليكي جنب المدرسين بتوعك. ما تقلقيش يا ماما خالص، أنا هخلي بالي من نفسي كويس ومش هتكلم مع أي حد غريب في الملاهي. يا إسلام يا إسلام يا إسلام، قوم انت لسه نايم؟ يلا يا عم بقى هنتأخر على الرحلة. خلاص هقوم اهو. لا بجد مش معقولة، هو انت لسه ما خلصتش؟ والله انا بدور على جزمتي البني مش لاقيها خالص. مش لازم يا اسلام الجزمة البني، البس اي حاجة تانية. يلا يا اسلام هنتأخر. ما هي الجزمة البني اكتر جزمة عندي مريحة، واحنا رايحين ملاهي وتنطيط وجري. لو لبست اي حاجة غير الجزمة البني رجلي هتوجعني. لا يا اسلام، حلوة الجزمة اللي انت لابسها دي زي الفل. جاهزين يا ولاد؟ انا هنادي عليكم وكل حد يسمع اسمه يروح على الباص على طول. اوكي؟ روفان السيد محمد. انا ايوه انا رايحة اهو. وصلنا يا حلوين. بصوا بقى، انا هسيبكم تلعبوا براحتكم وطول اليوم اهم حاجة اوعوا تبعدوا عننا ولا تكلموا اي حد غريب مهما حصل. مفهوم يا مس؟ وي المكان طلع جميل قوي يا اسلام. يا ظهري ساعدوني. مالك يا عمو؟ بس الف سلامة عليك. روفان هي مش ماما قالت لنا ما نتكلمش مع اي حد غريب في الملاهي؟ انت مش بتسمعي كلام ليه يا ابني؟ حرام عليك، ده راجل عجوز ظهره وجعه وكمان يا عيني شكله تعبان ومحتاج مساعدة. احنا مش هنعمل اي حاجة، احنا بس هنشوفه محتاج ايه وبس كده، مفيش اي ضرر هيحصل لنا. طب مالك يا عم محتاج ايه؟ احنا ممكن نقدر نساعدك ازاي؟ انا تعبان قوي ومش قادر اوطي اجيب الحاجة المكسورة والازايز من على الارض. ممكن بس لو سمحتوا تلموا معايا الازايز؟ طب انت ليه عايز الازايز من على الارض؟ ما هو ده شغلي يا ابني، انا بلم الازايز من على الارض والورق والحاجات اللي الناس بترميها والزبالة كمان بلمها، وباخد الزبالة دي والحاجات اللي على الارض وابيعها علشان بس اجيب شوية فلوس اصرف على نفسي وعلى ولادي. يا حرام، اللي قدك في السن ده ما ينفعش يشتغل الشغل الصعب ده، احنا لازم نساعدك، ما ينفعش نسيبك كده ظهرك وجعك. ايوه احنا هنساعدك النهارده يا عمو، اعتبر نفسك النهارده اجازة. شكرا ليكم، ربنا يحميكم يا ولاد. ياه، ده الدنيا دي لسه فيها خير وفي لسه ناس طيبة زيكم. 1 hour later. احنا كده يا عمو لمينا لك كل الازايز اللي في الملاهي وخلصناك من كل الشغل المتعب. محتاج مننا اي حاجة تانية؟ شكرا ليكم يا حبايب قلبي، ربنا يديكم حسنات كتير جدا علشان ساعدتوا راجل عجوز زيي كان ظهره وجعه، ودايما هتلاقوا اللي هيساعدكم. يلا بقى اروح انا بقى بيتي علشان الحق ابيع الحاجات دي واجيب لهم شوية اكل في البيت لحسن ولادي ما كانوش من امبارح. يا اسلام الحقني ارجوك، ظهري انا حاسس انه اتكسر. الف سلام عليك يا عمو. طب ايه اللي حصل طيب؟ مش قادر استحمل، الالم شديد قوي
انا هحط الكرتونة دي على الارض، مش قادرة اشيلها خالص، ظهري هعمل ايه انا دلوقتي يا رب؟ طب قول لنا بس يا عمو نقدر نساعدك ازاي، واحنا هنساعدك ما تخافش. طب يا عمو سيب الحاجات دي هنا واحنا هناخد بالنا منها، ما تقلقش، وروح بيتك واستريح، وابعت اي حد من عيلتك ياخدها. والله فكرة حلوة يا اسلام، بس انا اطفالي صغننين جدا جدا ومحدش فيهم يقدر يشيل الحاجات دي، ولو سبتهم هنا هيضيع عليا شغل اليوم. طب يا عمو ممكن نساعدك ونطلعها معاك لأقرب مكان. انا ساكن جنب الملاهي بالظبط، مش بعيد. انا مش عارف اعمل ايه، الراجل شكله فعلا تعبان جدا، بس هو برضو غريب عننا واحنا ما نعرفوش خالص. يا اسلام لازم يكون عندنا رحمة، احنا بس هنوصل الكرتونة دي البيت وعشان يبيع الحاجات. هو راجل عجوز وتعبان، اكيد يعني مش هيطلع حرامي ويخطفنا. لو ما ساعدناهوش مش هيلاقي اي فلوس يصرف بيها على بيته وعياله. حرام والله حرام كده. طب يا عمو احنا هنوصلك لبيتك ونرجع على طول. شكرا والله ما عارف اقول لكم ايه، انا اول مرة اقابل حد طيب كده زيكم. تقدر تحط هنا الحاجة على الارض. امال فين اولادك يا عمو؟ عايزين نلعب معاهم ونسلم عليهم. بس كده، حاضر، حالا هيبقوا قدامك. ايه رأيكم؟ مش كده احلى؟ ايه ده، هو حضرتك مين؟ انتوا معرفتونيش ولا ايه؟ انا الراجل اللي جابكوا هنا، بس كنت متنكر عشان اخدعكم واخليكوا تيجوا معايا. ليه بس كده يا عمو؟ ده انت صعبت علينا جدا جدا وكنا عايزين نساعدك بس تخطفنا، حرام عليك، ليه تعمل كده؟ يعني ده جزاء قلبنا الطيب؟ قلبكوا العبيط مش الطيب. هو في حد يمشي مع حد ما يعرفوش ويدخل كمان بيته؟ والله انتوا مجانين وتستاهلوا. قلتلك يا روفان. انا اللي غلطانة. اسكتوا بقى خالص، مش عايزة اسمع صوت. الراجل هيجي ياخدكم بعد شوية ويديني فلوس كتير. انا كنت ناوي اخطف واحد بس اخطفتكم انتوا الاتنين، يعني فلوس اكتر. الو، يلا بقى متتأخرش عليا، انا جبتلك 2، بنت وولد. هتيجي امتى؟ احنا محتاجين كمان طفل، ارجع المكان واخطف لنا كمان طفل او طفل وهنجيلك على طول. ماشي، اما اروح بقى اغير لبس تاني. يا ولاد ما حدش فيكم شاف اسلام وروفان؟ انا بدور عليهم من بدري ومش لاقيهم خالص. لا يا مس، انا ما شفتهمش. ايوه يا مس انا شفتهم، كانوا من شويه هنا وبيساعدوا الراجل اللي كان ماشي هناك ده. يا عم استنى لو سمحت يا عم، ما شفتش بنت وولد صغيرين شويه كده؟ كانوا بيلعبوا هنا شويه وكانوا بيساعدوك كمان. ايوه دول لطاف جدا وبقينا اصحاب خالص. طب هما مشيوا منين؟ هما قالوا لي هيطلعوا يشتروا شويه حاجه حلوه من بره ويجوا على طول. انا قلت لهم ما يخرجوش من غير اذني، مفيش فايده. اديهم غايبين بقالهم فتره ومش عارفه الاقيهم خالص. مش لاقيهم؟ معقول الكلام ده يا بنتي؟ لا ده انا هدور معاكي ولازم نلاقيهم في اسرع وقت. دي حاجه ما ينفعش نسكت عليها خالص. افرضي تاهوا ولا عملوا حادثه، احنا لازم نلحقهم بسرعه. يا اسلام يا روفان، انتوا فين؟ ايه ده، هو الراجل ده ماشي من هنا؟ هو واخد البنت دي معاه فين؟ انا حاسه كده ان الراجل ده غريب قوي، في وراه حاجه. لما جه ما كانش معاه حد، يبقى دي بنت خطفها من هنا. احنا لازم نروح وراه، اكيد هنوصل لروفان واسلام، بس احنا لازم نبلغ البوليس الاول. دي شكلها كده عصابه كبيره. وحشتوني يا ولاد، جبتلكوا بقى صاحبه جديده صغننه، سلوا بقى بعض شويه لحد ما يوصل الراجل اللي هيشتريكوا. سيبني يا عمو، سيبني اروح، ليه خطفتني؟ حرام عليك، انا لو فضلت هنا هموت. انت تعبانه وباخد ادويه، لو ما اخدتهاش هموت. اسكتي يا بنت، انت فاكراني عبيط زيكم وهصدقك؟ هو ده المكان؟ ايه ده مكان مرعب قوي.
تفتكري ندخل دلوقتي ولا استنى البوليس يجي؟ لا تعالي بس نخبط ونشوف مين اللي جوه. ماشي. هو في حد هنا؟ ايه ده؟ مين اللي بينادي بره ده؟ يكون الراجل وصل؟ اما اروح اشوف بقى. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ لو سمحت، مفيش اي راجل عجوز دخل من هنا من شوية، احنا بس عايزين نسأله على حاجة. مفيش عواجيز هنا، يلا امشوا. الحقني يا حضرة الضابط، الناس دي بتتهجم على بيتي، لو سمحت اقبض عليهم. في بلاغ متقدم ان في اطفال مخطوفة هنا، احنا لازم نفتش المكان. اطفال ايه يا حضرة الضابط اللي مخطوفين هنا؟ مفيش اي حد هنا ساكن غير انا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ اكيد اطفال جوه، افتح الباب حالا. روفان، اسلام، الحمد لله لقيناكم. كده مش انا اكدت عليكم ما تتكلموش مع حد غريب؟ احنا لقيناكم، معجزة. تخيلوا بقى لو ما كناش لقيناكم كان هيحصل معاكم ايه؟ الحمد لله. قدامي خطف الاطفال. انا اتعلمت الدرس، احنا غلطنا وكان ممكن ما نشوفش بابا تاني ولا ماما باقي حياتنا، وكانت حياتنا هتتدمر. انا عمري ما هآمن لأي حد غريب معرفوش ابدا، وانا كمان مش هسمح لأي حد يخدعني تاني ابدا، وهحافظ عليكي اكتر من كده. يلا نرجع البيت لبابا وماما.